حبايب قلبي، اخواتي اللي سألوني ازاي عملت البسارية باللون الجميل ده والقرمشة والشكل الحلو ده والطعم الروعة. انا جبت سمك البسارية الكيلو ب30 جنيه من عند اي واحد بيبيع اسماك. سعرها كويس جدا ورخيص ومعقول. بجيب البسارية بغسلها كويس جدا لغاية لما تنزل المية بتاعتها، تكون مية صافية كده وجميلة بدون اي شوائب. بعد ما اغسلها بحطها في مصفى تتصفى، اوكي. وبعد كده بجيب توم وبجيب فلفل وبجيب كزبرة وبجيب كمون وبجيب ملح وادقهم كويس مع بعض وبخلطهم، وبعد كده بنزلهم على البسارية مع شوية ملح. وبقلب البسارية كويس قوي بالخليط اللي انا عملته ده. طبعا ما ننساش نعصر عليها معلقتين، نحط عليهم معلقتين خل واحنا بنغسلها، ونعصرها عليها ليمون برضو هي بتتغسل. وبعد ما بعمل الخلطة اللي انا عملتها دي برضو بجيب ليمونة واعصرها عليها، يعني كده التتبيلة بيكون فيها الثوم والفلفل والفلفل الاسود والملح والكمون والكزبره وبرده الليمون، وبخلط كله مع بعض وبسيبه كده شويه نص ساعه تتحدق. وبعد كده بجيب كميه الدقيق وبحط عليها شويه ملح صغيرين وشويه كمون، وبقلب فيه البسارية، بس ما بحطش البسارية كلها مره واحده علشان ما تعملش معانا كتله كده، لا انا بمسك بس شويه صغيرين واحطهم في الدقيق. واحاول كده ايه يعني اخلي البسارية ما تمسكش في بعضيها، بخليها ايه يعني تسيب بعضيها كده، كل واحدة تبقى بعيدة عن التانية علشان لما اجي احطها في الزيت يبقى معانا بالشكل الجميل ده كده، تبقى كل واحدة بوحدتها مش ماسكين في بعض. بس طعمها جميل جدا. سمك بيتاكل كده زي ما هو، كله كالسيوم وكله فوسفور وزي الجمبري بالظبط، لكن سعره كويس جدا، سعره معقول لأي حد. بحبكم جدا يا حبايب قلبي، وانا تحت امركم في اي سؤال. اللي مش متابعني يتابعني، وبحبكم جدا. مع السلامة، باي باي.